اهلا بيكم. من يومين على القناة بتاعتنا على اليوتيوب جالي في الكومنتات تحت حلقة السخان الفوري في متابعة لينا، قالت لي انا عندي سخان بومن فوري، باجي افتح المية السخنة تكاد تكون المية مش موجودة او شبه مقطوعة، باجي ابدل الخلاط على المية الساقعة المية بتشتغل. فمعنى كده ايه؟ ان ايه اللي بيحصل؟ ليه المية السخنة ما بتنزلش؟ واحيانا بتنزل بس بتنزل بسيطة وضعيفة، وبالتالي برضه مش سخنة. المشكلة هنا بتكمن في فلتر بيكون قبل السخان عن طريق الدخول المية الساقعة للسخان، فالفلتر ده لو مسدود ده يا ريت نشيله وننضفه من الشوائب اللي بتكون في المية عشان تعدي المية، عشان السخان يحس بالمية وينزلها مية سخنة للخلاط. دي مشكلة. السخان الفوري دايما بيحتاج لضغط مية شديد. لو ضغط المية عندك مش شديد ومش مستقر ما تركبش سخان فوري. هتسألني طب يعني هو كده العادي افضل من الفوري؟ لا، الفوري افضل طبعا، بس هو بيحتاج ان الحاجة كلها تكون مظبوطة، ما بيكونش فيه يعني ضغط مية بسيط، ما يكونش فيه شوائب على الفلتر، لان طبيعي مش تعدي المية. ده حتى ممكن خلاط المية مثلا يكون فيه شوية شوائب برضه في المصفى بتاعته، او بتفكها، بتنظف الشوائب دي. حاجة تانية بيحتاج ان الكهرباء تكون مظبوطة، يعني لو الفولت قليل السخان مش هيشتغل. كمان بيحتاج الارضي بتاعه يكون مظبوط، يعني هو السخان ده بالاخص بيحتاج ان كل حاجة تكون مظبوطة هيشتغل معاك مظبوط. كل ده عملناه والسخان لسه مش شغال، بيبقى السنسور بتاعه بتاع الحرارة اللي بيحس عشان يشتغل السخان بيكون برضو عليه شوية اتساخات، ممكن يتنضف فالسخان هيشتغل. لكن هي مش مشكلة كبيرة، ولكن هي ممكن تزعج البعض مننا لان طبعا داخلين على الشتاء واغلبنا بيستخدم المياه السخنة، بل كلنا. فهو اهم حاجة نظافة الفلاتر بتاعة الخلاطات بتاعة دخول المياه الساقعة على السخان. اهم حاجة اتأكد ان الفولت بتاع السخان اللي واصل للسخان مظبوط، مكونش الكهرباء ضعيفة خالص طبيعي السخان مش يقوم. اهم حاجة نظف السنسور بتاع السخان ده في حالة ان هو ما بيشتغلش اساسا، فطبيعي السنسور ما بيحسش نتيجة ان هو عليه اتساخات وشوائب وحاجات زي كده. كمان الفلتر بتاع المية الساقع اللي داخل للسخان لازم يتنضف. في بعض السخانات فيها فلاتر، فطبيعي ما المية مش عارفة تعدي عشان تخش عشان تسخن عشان تجيلك. فنقدر ان احنا نعدي على الخطوات ديت باذن الله السخان هيشتغل. ونصيحة يا جماعة، اللي ما عندوش ضغط مية مظبوط في الشقة بتاعته او في الفيلا بتاعته ما يركبش سخان فوري. لكن لو هتسألني هو افضل من الغاز، افضل من الكهرباء العادي، افضل منهم طبعا، بيوفر معايا. اهم حاجة ضغط المية يكون مظبوط، وده المفروض شيء طبيعي اصلا موجود، والسنسور بتاعه يكون نظيف. هو كل دوت يعني حاجة عادية ومش حاجة متعبة، ان احنا مجربينه كتير في شقق وفيلات عاملينها. موضوع عادي وبسيط خالص، يعني الموضوع مش مقلق ولا صعب، بس هي المشكلة بسيطة وان شاء الله هتنحل، ومستنين نتيجة الحل لو مشيت على الخطوات ديت. شكرا لكم.